تخيل كده واحد من الصحابة حافظ القرآن وبيصلي كتير وبيصوم، وكل الناس شايفاه من أقرب الناس لربنا، وفي الآخر مش هيخش الجنة. القصة دي رواها ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وبتبدأ لما النبي عليه الصلاة والسلام عدى على مجموعة من الصحابة وقالهم: فيكم واحد ضرسه في النار أعظم من جبل أحد. الكلام ده جيل صح ومرعب أكتر لما تعرف إن كل الناس اللي قاعدة ساعتها ماتت على خير إلا واحد كان اسمه الرجال بن عنفوة. الراجل ده كان حافظ القرآن، بيصلي كتير، بيصوم، متواضع جدا، والكل كان بيشوف فيه الخير، لدرجة ان الصحابي رافع بن خديج قال عليه كان فيه من الخشوع والخير شيء عجيب. وابن عمر قال كان من افضل الوفد عندنا. لكن ابو هريرة الحديث اللي سمعه من النبي مش قادر ينساه، وكان دايما خايف انه هو اللي النبي قصده. لكن المفاجأة حصلت لما ظهر مسيلمة الكذاب وقال للناس انه نبي. الناس في اليمامة بدأت تصدقه، فسيدنا ابو بكر بعت الرجال علشان يثبتهم على الاسلام. بس لما الرجال وصل اتقابل مع مسيلمة، ومسيلمة اغرب الفلوس والذهب وعرض عليه نص ملكه. وهنا كانت الصدمة. الرجال بعدينه وخرج للناس وقال: انا سمعت النبي بيقول ان مسيلمة شريك لي في النبوة. المصيبة ان الناس صدقوه لانه كان من اصحاب النبي فعلا، واتبع مسيلمة خلق كتير لدرجة ان جيشه بقى فوق 40,000. فجهز سيدنا ابو بكر جيش، وفي الاول انهزم، بس لما بعت المدد بعت معاه سيف الله المسلول خالد بن الوليد، وكانت معاه مفاجأة: وحشي ابن حرب. دي نفس وحشي اللي قتل حمزة عم النبي، بس بعد اسلامه ندم وقرر يكفر عن ذنبه وراح يقاتل في سبيل الله. وفي يوم المعركة، يوم مرعب بمعنى الكلمة، المسلمين اتراجعوا في الاول، بس لما ثبتوا انقلبت المعركة، ووحشي كان مترصد لمسيلمة وفعلا قتله. والمصيبة الثانية، الرجال مات في نفس المعركة، كافر خائن مذموم. واول ما ابو هريرة سمع سجد شكر لله، اتنفس الصعداء انه مش هو المقصود في حديث النبي. شفتوا يا جماعة، الرجال كان بيصلي وبيصوم بيعبد ربنا، بس ختمها بكفر. ووحشي كان قاتل، لكن ربنا هداه وختم ليه بالخير.